السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا الكلعين معسلين على طريقتي. عندي لهنا الكلعين اللي منظفين ومقطعين على هذا الشكل هذا. 6 الفصوص ديال الثومه، معلقه كبيره ديال الزعفران، معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه كبيره ديال الزنجبيل، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال المروزيه، ربع معلقه ديال الابزار الابيض، ربع معلقه ديال الابزار الاسود، شويه ديال القرفه مطحونه وقرفه عواد، وعندي معلقه صغيره ديال عطريه ديال اللحم، عندي زلافه ديال الحمص مرقد، وجوج حبات ديال البصله اللي مشلضين، وربع كاس ديال الزيت مخلط ما بين الزيت الزيتون والزيت النباتيه، وعندي الروز بسمتي اللي مرقداه. صافي كنفرشوا البصله، كنديروا الكرعين، كنزيدوا الثومه، كنديروا العطريه كامله، ومن بعد كنزيد واحد المعلقه ديال العسل، وكندير الماء وكنسد عليه وكنخليه كي كطلع فيه الغليه. صافي كنزيد الزيت ملي كطلع الغليه، كنزيد واحد 2 معالق ديال اللوز مطحون، وخمسة الحبات ديال التمر اللي كنحيد لهم العظم، وواحد شويه ديال الزعفران الحر. كندير الحمص هنايا كيطلع فيه شويه ديال الغليه. من بعد كنزيد الروز وكنزيد الزبيب. صافي وكنسدو عليهم حتى كيطيبوا كاملين، وكنقدموهم بالصحه والراحه. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. شكرا على المتابعه والى اللقاء.